السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أنا وعيلتي. معاكم هاجر التهامي. إن شاء الله النهاردة هنعمل فراخ مشوية في البيت بطريقة بسيطة جدا وسريعة. ممكن هنشويها في الشواية الكهرباء أو على البوتاجاز عشان ما نقعدش ندور على إن احنا نشوي بره. طبعا هي مش على الفحم يعني مختلفة، لكن في الآخر طعمها لذيذ جدا وسهلة وسريعة. هنشوف مع بعض. عندي انا هشوي النهارده في الوراك. جايبين الوراك الفراخ، وفي التتبيله بتاعه الشوي دي ممكن بنجيبها من عند العطار، بنقول له تتبيله الشوي بتاعه الفراخ، او لو بتحب نحب نجيب التتبيله بتاعه الشركات اللي هي التتبيله الجاهزه برضو مفيش اي مشكله، ده اللي هستخدمه. وعندي شويه زيت عشان بس بعمل مسحه في الطاسه بتاعتي وفي بتاعه الكهرباء كمان. تمام. هنبدأ بقى إن شاء الله مع بعض، هنشوف هنشتغل إزاي. في حاجة مهمة هنعملها، هي إنه الفراخ في ناس كتير بتتضايق منها ما تحبش تاكلها، عشان ساعات بيبقى فيها معلش يعني بيبقى فيه دم بعد ما بتستوي، ممكن نلاقي فيها دم. الحكاية دي إن شاء الله هنشوف مع بعض ممكن نتخلص منها إزاي بالنسبة للورك، وأنهي جزء هو اللي ممكن يعمل الدم ده، وهنشوف هنعمل فيه إيه. هلبس الجوانتي نشتغل ان شاء الله مع بعض. ان شاء الله الطريقه تبقى سهله وتعجبكم. هنمسك طبعا بجيب الفراخ وبغسلها كويس جدا بالملح والدقيق والليمون زي ما كلنا عارفين، بتبقى بصوا ما شاء الله نظيفه ازاي، مفيش اي حاجه. الفراخ في حاجه برضو تانية، في ناس بتحب تسيب الجلد عليها، وفي ناس بتحب تشيله. احنا النهارده هنعمل واحد كده وواحد كده. بمسك الورك بتاعي وابدا اسلك الجلد كده بالراحه، من اول حته اللي هي بتبقى الجزء اللي بيبقى جامد ورا ده. شايفين ازاي؟ بالراحه خالص. تمام. الجزء اللي بعد كده بيبقى سهل ان انا اشده بايدي، هيطلع معايا كده. ما اثرناش على الجزء اللي هو اللحم بتاع الفراخ في اي حاجه. خلاص بقلبها من ورا واشد كل الجزء ده. تمام اهو. لو في عندي لسه جزء صغير كده بدخل حرف السكينه واشيل الجزء ده كده. طبعا الحته اللي تحت دي الجزء اللي ده مش بيتاكل، وحتى ممكن عشان ابقى بمسك منه، فكده خلاص شلنا الجلد بتاعها. تمام. طيب الحته بقى اللي بنقول عليها اللي هي فيها مشكله في الدم بتبقى في العظمه اللي هنا. احنا عارفين شايفين الدبوس كده، وفي عظمه خارجه من الدبوس جايه للناحيه التانية. العظمه دي هي اللي بيبقى فيها مشكله الدم. فباجي عند فوق العظمه من هنا كده واشق، بنحسها طبعا بايدينا الاول نعرف مكانها فين، واشق فوق العظمه على طول. انا كده وصلت لها، شقيت بالسكينه. لو الكاميرا بتاعت الموبايل هتقرب شويه كمان، اهي العظمه جوه اهي، شايفينها كده. لو شقيت بس ممكن اكتفي بان انا اشق بس كده فوق العظمه، خلاص ممكن مش هتأثر لي في موضوع الدم، عشان بقى كده فتحت طريق لو في دم جوه هينزل خلاص مش هيحس بيه، مش هيبقى موجود بعد التسويه. لو عرفت ان انا اجي اعملها بايدي كده اهي، سمعنا التكه الصغيره دي، ممكن من هنا برضو عند التقاء العظمتين دول ببعض اسلكها حاجه بسيطه بالسكينه كده اهي، واعمل كده هتطلع معايا. شايفين اهي، ادوس شويه بس كده خلاص، وابدا
بعد كده اسلكها بالسكينة. حوالين اللحم بتاع الورك اشيله كده اهي، تمام. اطلع العظمة يا جماعة، وكده الجزء ده بتاعي خلاص بقى زي الفل، مفيهوش اي حاجة. شايفين كده؟ ماشي. عشان بقى التتبيلة بتاعتي انا بحب طبعا ان هي تبقى الفراخ تمتصها في كل جزء، ما يبقاش الفراخ التتبيلة على الوش بس، لا. فاجي هنا بشق برضو فوق العظمة دي، شايفين معايا اهي لغاية الاخر كده. اللي حابب بقى يشيل العظمة دي هتبقى سهلة زي التانية، خلاص انا مش هشيلها، هسيبها كده. فتحت هنا عشان التتبيلة تدخل في الجزء ده، وهاجي هنا اعمل شق في اللحم ده كده عشان التتبيلة بتاعتي برضو، وهنا طعمه بيبقى جميل جدا. هنا كمان شق صغير على الوش كده. خلاص ده كده الورك اللي هو احنا شلنا الجلد بتاعه، شلنا العظمة. الورك التاني هنعمله بالجلد بتاعه، في ناس ما بتحبش تشيله، يعني طالما غسلينه كويس قوي قوي قوي، ده مغسول يعني كتير جدا يا جماعة، بالدقيق والخل والملح والليمون، وبنسيبه برضو منقوع كمان في شوية ليمون ومية وملح اهي. شقيت من هنا كده، ده عشان بقى التتبيلة توصل لكل أجزاء الفرخة اهي. خلاص هنا هنشيل برضو العظمة عشان ما تعملناش مشكلة في الشوي، نشيلها ونرجع لكم عشان بس الفيديو ما يطولش عليكم. هنعملها بنفس طريقة التاني كده. خلاص اهي العظمة التانية اخر جزء فيها، انا بس مرضتش اطول عليكم اهي. شايفين يا جماعة الجزء ده كده خلاص، انا طالما شلت العظمة دي خلاص مش هيبقى فيها دم وانا بسويها، وشقيناها من هنا ومن هنا زي ما قلنا عشان احط فيها التتبيله. كده بقت جاهزه للتتبيل. خلاص انا بس هستأذنكم اغير الجوانتي ونظبط المكان ونرجع تاني نكمل الحشو بتاع الفراخ. احنا كده جهزنا الفراخ بتاعتنا، الوركين كده خلينا العظمه اللي فيها، وجاهزين على التتبيل. في جزء هنا صغير اللي هي العظمه الرفيعه دي، ممكن بتنيها بايدي كده بس عشان اعرف احطها على الوش ده والوش ده ما تضايقنيش. هبدا اتبل. قلنا البهارات بتاعتنا اللي احنا بنجيبها من عند العطار او من الشركات اللي هي بتعمل تتبيلات جاهزه، خلطه المشاوي، تمام. وهبدا احط التتبيله في كل جزء في الفرخ، كل جزء كده. الفتحه اللي احنا فتحناها هنا بدخل التتبيله في صباعي كده، وهنا طبعا بنوصي تاني بموضوع غسيل الفراخ كويس قوي قوي قوي. تحت الجلد هنا برضو غسلينه كويس كل جزء فيه. خلاص اللي بيحب التتبيله بقى زياده شويه هنحط كده، تمام. ده كده اول ربع معايا اول ورك. ده التاني هبدا احط التتبيله واعملها بايديا كده بحيث انه اللحم يتشرب منها كله. وقلنا ان احنا هنسوي مع بعض حاجه على الصينيه الكهرباء، وحاجه على طاسه كده على البوتاجاز. التتبيله دي يا جماعه عشان انا جايباها جاهزه كده ما بتحتاجش ملح، عشان ما حدش يحط ملح وتطلع حادقه. دي ما بتحتاجش ملح، ولا بنحط بصل ولا بنحط توم ولا اي حاجه خالص اهي كده، تمام ماشي الحال. اوكي نشيل بقى ده. عندي كده فراخ جاهزه للشوي. خلاص انا كده ممكن اتخلص من الجزء ده.
خلاص كده هنبدأ نشوي. باخد نقطة الزيت بتاعتي في صينية التحمير أو في صينية الشوي كده، وباجي أمسك الفراخ اهي. سامعين الطشة دي؟ الطشة دي أنا محتاجاها جدا، وهي دي اللي مطلوبة عشان تاخد الصدمة بتاعة النار أو الحرارة اهي. أعلي بقى شوية عشان الجزء اللي تحت ياخد الصدمة فيبقى يدي اللون اللي احنا بنحبه، وبعد كده أقلب على الناحية التانية كده. تعتبر الناحية التانية خدت الصدمة بتاعتنا خلاص. نشوف كده شكلها ايه. شايفين اللون بتاعها، اللون اللي هو المحمر شوية ده لونه جميل، والريحة بقى ما شاء الله جميلة جدا. يعني لو الريحة توصل لكم بالكاميرا يبقى كويس أوي. خلاص هنسيب دي دقيقة كمان ونقلبها عشان لسه ما خدتش نفس اللي احنا عايزينه، وهنغطيها. وكل شوية بنحط يعني دوب معلقتين مية، معلقتين بالظبط، لغاية ما تدخل في السوا ونشوفها مع بعض كده. هنحط نقطة مية صغيرة خالص. شايفين الرق قد ايه؟ حاجة بسيطة جدا. وهدي النار بقى، هدي عليها النار عشان تستوي. خلاص اغطيها كده واسيبها بقى كل شوية اتابعها، ومعلقتين مية بمعلقتين مية. لو مفيش طبعا اللي هي بالكهرباء دي، نفس اللي عملناه هنا هنعمله في طاسة على البوتاجاز، ونراعيها وشوية شوية شوية المية لغاية ما تستوي معانا، وهنرجع نشوف شكلها ايه بعد السلق. ده ان شاء الله شكل الطبق النهائي بتاعنا يا جماعة. فراخ المشوية بالتتبيلة في البيت. ويعني انا كنت سعيدة بيكم جدا النهاردة، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتشتركوا معانا في القناة، وما تنسوش طبعا لايك وشير، وان شاء الله نقدم لكم كل جديد، ومنتظرين تعليقاتكم. اللي يعوز اي حاجة عايزنا نعملها له، حاجة مختلفة نعملها، احنا معاكم، واشوفكم على خير.